ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى عملنا لقمة القاضي او الزلابية بمقادير سهلة وبسيطة ومظبوطة. مش هتحتاجي ان انتي تشتريها من بره، وهتعمليها في بيتك بكل سعادة وبكل سهولة، وتعمليها لأولادك كمان. بس قبل بقى ما نخش ونشوف بقى الفيديو، ما تنسيش بقى تعملي لايك وتعليقي جميل، تقوليلي ايه رأيك النهارده في وصفتي اللي ان شاء الله هتعجبك. ولو انتي اول مرة تتفرجي عليا، ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. تعالوا بقى نبدأ بينا. نسمي الله. معايا هنا كوبايتين دي نخلتهم بمقدار الكوباية دي، تمام. ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة. المعلقة اللي انا بعاير بيها دي هي المعلقة، تمام. دي خميرة كوكس بقى او اي نوع خميرة انتي واثقة فيه هاتيه. معلش بقى الكاميرا كانت بتبكسل شويه، طبعا انا حطيت شويه خميره تاني علشان المعلقه ما كانتش مليانه. انت المفروض بتحطي معلقه كبيره، تمام. ودي معلقه نشا، معلقه برضو كبيره، او ممكن تستبدليها بكاستر، تمام. وايه تاني؟ وهحط معلقتين كبار برضو من اللبن البودره، ومعلقتين من السكر، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، اي نوع، او كيك شيف اللي انت تحبيه، ورشة من الملح، تمام. انا مقاديري كده بس. ومعلقتين، ده كل دي المقادير الجافة، ومعلقتين من الزيت، وكوبايتين من المية الدافية، مية دافية مش مية سخنة ولا مية من الحنفية ولا مية ساقعة. ممكن اصلا ما تستخدميهاش المية كلها، ممكن تستخدمي مثلا، انا بالنسبة لي في وصفتي النهاردة انا استخدمت كوباية ونص مية باردة، تمام. هبدأ اقلب بقى اللي انتوا شايفينه ده كده كويس. هقلب بس الحاجات اللي هي الجافة كده مع بعض، والزيت برضو. وبعد كده لما تيجي تنزلي بالمية، ما تنزليش مرة واحدة، لا انزلي حبة حبة، وتقلبي بقى بالمعلقة او بالمضرب، المضرب اليدوي عادي، تمام. واحدة واحدة، وزودي المية واحدة واحدة. هتلاقي الاول في حبوب، الحبوب دي مع الضرب الكويس بتروح معاكي، تمام، لحد ما تلاقي بقى سمك العجينة كده ايه، مش خفيف خالص ولا تقيل، وسط. هتشوفي برضو معايا هنا، تمام. انا بوريكم هنا وانا اصلا ايه بحط المية، وانتي عينيكي وايدك معيار، تمام. انتي اللي بتبقي عارفة العجينة هتاخد منك قد ايه مية وهتاخد منك دقيق. بجد المقادير دي مظبوطة جدا جدا جدا، بجد طلعت مظبوطة ومدورة. طبعا انا عملتها بايه، في كده اللي هو كوباية ومفتوحة كده من تحت، زي يعني بتطلع لك الحاجة مدورة، هي اصلا معمولة لقمة القاضي، تمام. قلبتها كويس اهو، بصوا زي ما انتوا شايفين، وسبتها تخمر حوالي نص ساعة، ما كترتش عن كده. طبعا انت لو سبتيها باكتر من كده هتعلى بقى وممكن تنشف معاكي، فلا، انا بالنسبة لي نص ساعة دول حلوين قوي. وخمرت بقى وعملت فقاقيع كده من فوق، دي كانت عالي العال. دخلتها اصلا الفرن وهو يعني ايه، وغطيتها بالصينيه، غطيت بس كده الوش، وسبتها في الفرن، مولعتش ولا اي حاجه، وسبتها تخمر كده كده. كان الجو اصلا ايه حر شويه. بصوا انا كنت بوريكم ان هي بدات ان هي ايه تتظبط كده معايا، وكنت عايزه اوريكم السمك بتاعها. وعلى فكرة انت لو ما عندكيش الجهاز بقى اللي هو بيعمل، هي عبارة عن كوباية يعني، اللي بيعمل لقمة القاضي، انت اصلا ممكن تعمليها بالمعلقة، يا دوبك تنزلي هي واحدة وتقومي عيصاها بالزيت كده وتقومي منزلها تاني. بصوا طبعا انا اهو قبل ما هبتديها وهبتدي بقى ان انا اقلي، بطلع منها الهواء، لازم تطلعي منها الهواء. الطريقة الخطوة دي مهمة جدا، انك تطلعي منها الهواء، تقلبيها كده كويس، تمام.
وكل ما تيجي يعني الكمية اللي انت بتعمليها خلصت وهتيجي تاخدي تاني اعبي في الكوباية دي، كنت بقلبها تاني لان هي اصلا كده كده اوريدي بتخمر تاني. انتوا فاهمين؟ هي عملت معايا كمية حلوة قوي. الزيت بتاعك بيبقى سخن غزير شوية. انا هوريكم، بصوا لما كنت بكتر في الحتة اللي هي بتنزل دي، تمام، كانت بتبقى بصوا عاملة ازاي، تحسيها ان هي بتكبر، بتعرض كده معاكي. لكن هي عملت لي مدور وهتشوفوا في الاخر. وعملت كمية ما شاء الله ما شاء الله. الكوبايتين الدقيق دول عملوا معايا كتير جدا قوي. ومش هقليها مرة، لا هقليها مرتين، هقليها وهطلع. تمام، انا كنت بس بوريكم هي بتعمل ازاي. يعني هي طلعت عيني، وفي الاخر اكتشفت ان انا ممكن ادخل المعلقة من جوه الكوباية وابدا انزل عشان تنزل. هي كانت بتطلع عيني. طبعا دي كانت اول مرة ان انا استخدمها، فيعني اعذروني. هتلاقوا بصوا حتى عمل في كبر شوية وفي هو مدور. وكانت يا جماعة طرية مش ناشفة، بجد جربوها وان شاء الله هتعجبكم. تمام، انا هوريكم جزء، يعني مش هوريكم جزء كبير ان عشان برضو ما اطولش عليكم، بس عايزه اوريكم ان هي ازاي بتنزل وازاي ان هي بتنفش كده. ومش ملكومه لا خالص، طريه كده وفيها هوا يعني مهويه. عايزه اقول لكم ايه، هشه كده وطريه وحلوه يعني وحلوه جدا. طبعا انا عشان كنت انا بعمل لوحدي، فكان ممكن مثلا ايه حاجه تتحمر من تحت، بس كنت بلحقها. بصوا اهي الكميه دي اول قليه، وهرجع تاني انزلها واقوم مطلعاها. تمام، ادي بعد ما قليتها شايفين المدور، وشايفين في حاجه هنا شبه الايه البطايه بس عادي بتطلع منك اشكال مش مهم. هبدا بقى ان انا اعبيها بقى في الاطباق. تمام، عندك عسل حطي، عندك سكر بودر حطي، عندك كراميل حطي، عندك صوص شوكولاته حطي، اي حاجه. انا هنا كان عندي عسل، انا كنت عاملاه في البيت، والعسل بيبقى ساقع عادي لان هي كده كده بتبقى سخنه. والطبق التاني رشيت عليه سكر بودر. انا عايزه اقول لكم اللي بالعسل والسكر بودر جمال 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 جدا. واصلا شايفين السكر ايه الزلابيه بتشربه. فكنت بزود تاني عشان يبان حتى في الصوره ان هو زلابيه بالسكر البودره. واللي في النص ده حطيته بالشوكولاته بقى، وحطيت الخله. وجامده جامده جامده بجد، جربوها واعملوها لاولادكم، واحسن من اللي بتتباع بره. على الاقل مقادير موثوق فيها، ومقادير انتي هتعمليها في البيت. واللي بالشوكولاته برضو جميل، والسكر، وحطي اللي انت عايزاه. ان شاء الله تعمليها بالعسل بس. يلا بقى جربوها. وما تنسوش بقى اللايك وتعليق الجميل، وتشتركي عندي وتفعلي الجرس بقى عشان يوصلك كل جديد. وهستنى تعليقاتكم كلها اللي بتفرحني واللي بتكبرنا بيكم. بجد انا بتبسط جدا بتعليقاتكم. طبعا ماما هنا كانت بتساعدني يعني. يا خرابي على الجمال. وهي سخنه جامده يا جماعه بصراحه. يلا بقى باي واشوفكم بقى في فيديو جديد تاني.